قبائل قديمة ذكرت في القرآن الكريم، هددت البشرية زمان وبتهددها في آخر الزمان. أشخاص همجيين بيقتلوا أهالي القرى المجاورة وبينهبوا ثرواتهم، ومن كثرتهم وشدة قوتهم الناس دي مش عارفة تعمل معهم حاجة، لحد ما جه ملك عادل أهالي القرى استغاثوا بيه عشان ينقذهم من بطش يأجوج ومأجوج، وأمرهم بأنهم يبنوا سد بالحديد يمنع بينهم وبين الناس دول، وظلوا محبوسين خلف السد آلاف السنين حتى علامة يوم القيامة الكبرى اللي هيكسروا فيها هذا السد المنيع ويخرجوا عشان يفسدوا كل ما على وجه الأرض، هيشربوا الأنهار وياكلوا الحيوانات ويحولوا الأرض إلى كتلة رعب وكتلة من الجحيم لحد ما يخربوا كل شيء، ويوصل نبأهم لسيدنا عيسى ويؤمر ربنا بأنه يتم القضاء عليهم بعد ما أفسدوا في الأرض بشكل لا يتصوره عقل، وكانت نهايتهم بمرض شديد أصابهم، والمطر بعد كده ينزل الأرض وينظفها من دنسهم، ويصبح يوم القيامة أقرب وأقرب.